مين يصدق ان الكيكه القمر دي معموله بسكر التموين وكمان معموله ببيضتين اتنين بس وكمان معموله من غير خلاط. يعني لو راح تزوري حد ممكن تعمليها وتاخديها معاكي. تعالي بقى بينا نشوف هنعملها ازاي ونقول بسم الله وعلى بركه الله. اول حاجه هنجيبهم وهما البيضتين. هحط بيضتين وعليهم رشه من الفانيليا. هقلبهم بالمضرب دون عادي خالص من غير الخلاط. لو عايزه تحطيهم في الخلاط مفيش اي مشكله. بعد كده هتحطي عليهم كوبايه من السكر بتاع التموين بتاعنا العادي بس هندوبهم كويس جدا. يعني نفضل نقلب فيهم لحد ما تحسوا ان السكر داب تمام. بعد كده هحط عليهم نص كوبايه من الزيت. بصوا القوام بتاعها بقى عامل ازاي. بس هنا مش هينفع نستخدم زيت التموين، نستخدم زيت يكون نوعه حلو شويه. هحط كوبايه من اللبن وبعد كده حطيت كوبايه ونص من الدقيق وعليهم كيس بيكنج باودر. ونشيل من الكوبايه ونص دقيق معلقتين علشان نحط عليهم معلقتين كاكاو خام. بعد كده هنخلهم كويس مع بعض وبعد كده هحط رشه الملح بتاعتنا اللي بتدي بركه العجينه. وهي دي كانت المقادير بتاعه الكيكه بتاعه النهارده. همكسهم بقى كده مع بعض واكون جايبه القارب بتاعي هدهنه بماده تعزل يعني الكيكه عشان خاطر ما تتحرقش. انا جبت ايه، حطيت شويه من الزيت وحطيت عليهم الدقيق وعملتهم بالقوام ده شبه العجينه كده تمام. بعد كده هحط عليهم الكيكه. عايزه اقول لكم ان الخلطه دي بتخلي الكيكه ما تلزقش ابدا ابدا في الصينيه. بعد كده هدخلها الفرن يكون سخن الاول وبعد كده اول ما تخش هروح موطيه عليها. وممنوع وهي جوه الفرن افتح عليها خالص. هنا طلعت بصوا بسم الله ما شاء الله عاليه ازاي وجميله. تعالوا بقى ما نعمل الصوص بتاع الشوكولاته. هجيب نص كوبايه من اللبن وهحط عليهم معلقه كريم شانتيه وهحط عليهم معلقه من السمنه او مكعب من الزبده. بعد كده هحطهم على النار لحد ما يسخنوا كويس جدا. بعد كده هشيلهم من على النار وهحط عليهم ربع كيلو من الشوكولاته الخام. ممكن الافضل انكم تبشروا الشوكولاته وممكن تعملوها كده زي ما انا بعملها لحد ما تدوب خالص ويعمل صوص شوكولاته. اسيبه يبرد وبعد كده بحطه على الكيكه بس بعد لما يبرد. اول ما بيبرد خدوا بالكم ان هو بيتقل. بصوا شايفين اللمعه وشايفين الشكل بقى عامل ازاي. هنا هو خلاص ده احلى واطعم صوص شوكولاته. هنا انا بسقي الكيكه بالمكون اللي هو بتاع القطر بتاع الكنافه بس بخففه بشويه ميه وبعد كده بحط زي ما انتم شايفين كده الشوكولاته وتاكلوا احلى كيكه. اهم حاجه ما تنسوش تكتبوا لي بتتابعوني منين ولو وصلتوا لهنا تصلوا على النبي وتتابعوني. انا ساره جمال من بورسعيد. باي باي حلوين. كيكه.